السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى مشاهدين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم ماما حوا، فيديو جديد. هنعمل مع بعض النهارده وصفة برجر بطريقة حلوة قوي، من غير فراخ من غير لحمة. حاجة كده سهلة جدا وبسيطة. خارجين بقى من رمضان والناس كلها متكحرطة. هنعمل حاجات وصفات خفيفة كده واقتصادية ان شاء الله في نفس الوقت، وحاجة تعرفي تعمليها واحلى ما انت تشتريها من بره بكتير والله. شوفوا الفيديو بقى بتاعنا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بصوا يا حبايبي، انا معايا كيلو بطاطس سلقاه وقشرته وهو سخن كده، وهنعمله بالهراسه. تحطوش في الكبه علشان الكبه بتخليه لزج، وما ينفع ما تعرفيش تعمليه تقرصيه كده. البرجر فرمتها حلوه قوي بالهراسه بتاعتنا، ولازم تعمليها وهي سخنه. حطينا هنا معلقتين دقيق ومعلقتين نشا، ومعلقتين وثلاث معالق بقسماط. تمام. والملح بتاعنا طبعا على حسب الرغبة. هنحط بقى معلقتين صغننين خالص كده بابريكا زي اللي انتوا شايفينها بحطها دي، وشوية شطة عشان تشطشط الدنيا كده، وشوية كمون، وهنحط شوية فلفل أسمر. أي بهارات انت حباها حطيها، وتوم بودرة وبصل بودرة. لو عندك بقى فراخ، بهارات الفراخ، بهارات فراخ ماشي. بهارات اللي هي البطاطس تحطيها، اي بهارات عندك هتنفع مع الوصفة دي. ما تلتزميش بالبهارات اللي انا حطاها. حطي اللي انت بتحبيه حطيه. ومعانا بيضة عشان تعمل عملية ربط مع البطاطس. وهنقلب الموضوع ده كله بايدينا كده، هنعجنه عجنة حلوة تمام لما كله يخش مع بعضه. اوصل هنا بقى اعملي لايك للفيديو. هنعمل ان شاء الله الايام الجايه كده حاجات وصفات سهله وبسيطه، وحاجات سريعه كده اقتصاديه، علشان انتوا عارفين احنا خارجين من رمضان، زهقنا من اللحوم وزهقنا من الفراخ. نعمل حاجات حلوه كده سهله وبسيطه ان شاء الله. والبرجر ده فعلا طلع حلو قوي. تعملي بقى جنبه مكرونه، شويه رز بشعريه، تكليب عيش. حلو جدا جدا. خلاص، هرسنا البطاطس بتاعتنا وحطيناها على جنب. هجيب بقى نص كوبايه ميه او كوبايه ميه على حسب المقدار اللي انت عاملاه، وهنحط معلقتين نشا ومعلقتين دقيق. دي عمليه، دي اللي هتربط معانا الكفر بتاع البقسماط الاخراني. كده ما عملناش بيضه اهو، احنا ما خدناش الا بيضه واحده بس. يعني حتى هنوفر كمان في البيض. انت ممكن بدل الخليط ده تعمليه ببيض. بس انا حاولت على قد ما اقدر حاجه اقتصاديه كده. خلاص. هجيب بقى معايا كيس ومعايا قطار كده هعمل بيه. ما عندكيش طبق غطا برطمان ولا حاجة، او ممكن تقرصيه على ايدك زي ما انت عايزة. بس انا عندي ده استغليته. دهنت الكيس من الخليط بتاع النشا والدقيق، وهحط بقى البطاطس بتاعتي واسويها كده، واحط واعك ايديا واسويها. طبعا الفيديو شرح نفسه. شوفوا بس الفيديو وان شاء الله هتطلع معاك احلى برجر بطاطس. تحفة جدا وطعمه حلو قوي واقتصادي على قد ايدينا. كده خلاص. السمك بتاعه كده كويس، ولا تخين ولا رفيع. عايزة تعمليها ممكن تعمليها صوابع، ماشي مش مشكلة، برضه هتبقى حلوة. ممكن بقى تعمليها في عيش بلدي بقى كده مع سلطة، الله عليها تبقى جميلة. خلاص، هعمل معاكم كذا واحدة علشان تشوفوا انا عملتها ازاي. هو الفيديو شارح نفسه. اهم حاجة بس ايه، تعملوا تخلطي البطاطس مع البهارات كويس جدا عشان تبقى متماسكة معاكي. هعمل بقى شوية حلوين كده، والباقي هبقى هفرزه وهقلي على قد الاكل. وهحطيه في الفريزر كده بينه طبقات اكياس. هتحطيه في الفريزر يتماسك وهيبقى كويس ان شاء الله. حاجة كده سهلة وسريعة وما خدتش وقت ويايا. تمام كده زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة تضغطي البطاطس كويس علشان ما تفكش معاكي، وان شاء الله هتطلع معاكي كويسة. خلاص، هعمل بقى الكفر الاخراني الاخير بتاعنا. حطيت هنا بقى، جبت بولة اوسع شوية، واحط المية بالنشا بالدقيق، ومعايا الجهة التانية البقسماط. وهحط الكريسبي الخشن بتاع الفراخ كنتاكي ده، هحطها عليه عشان تبقى خشن. ما عندكيش اعملي بقسماط بس عادي مش مشكلة. بس انا عايزة اعمله زي ما احنا بنشتريه. إيه اللي يشوف يقول ايه ده برجر فراخ بقى ولا لحم ايه؟ اوعى وشك، وانا عامله لهم بطاطس. يلا الحمد لله. اهم حاجه تحمدوا ربنا على اي حاجه يا جماعه والله. الحمد لله ديت بتعمل البركه في البيت، وبركه في العيال، وبركه في الرزق، وبركه في كل حاجه. الحمد لله. وصلوا على النبي كتير يا جماعه، عليه افضل الصلاه والسلام. يعني ربنا يبارك لنا ويبارك لنا في منا وفي عيالنا يا رب، ويبارك لكم جميعا. ربنا يوفقنا جميعا يا رب. اعملوا بقى لايك الفيديو يا جماعه، اللايك بيرفع الفيديو. انا ريقي نشف.
ارفعوا الفيديو شوية ينوبكوا سوفي. يلا ربنا يصلح حالنا وحال الجميع يا رب. بحط البطاطس بتاعتي في الكفر اللي هو الدقيق والنشا، وبعدين احطه في البقسماط. عايزه بقى تفرزيه زي ما انا قلت، تحطيه في طبق وطبقات بينه اكياس، وحطيه في الفريزر لغايه ما انت تيجي تحمريه. هتحمريه على طول، حطي بس شويه في الفريزر ربع ساعه كده ولا حاجه يتماسك عشان ما يفكش معاكي. وعلى فكرة انت ممكن تقليه كده برضو بس مش هيفك معاكي برضو. البطاطس انتوا عارفين اللي هي ما بتضغط بتمسك نفسها. تمام كده. معايا بقى زيت سخنته على النار، وانا كنت طلعت بقى شوية على قد الاكل كده، وعينت الباقي في قلب الفريزر. تمام. هنحط بقى البقسماط بتاعتنا. الله معلش يا جماعة، هنحط البرجر بتاعنا في الزيت وهنقليه لغاية ما يطلع اللون الذهبي الجميل ده. احنا مش عايزينه ياخد لون غامق زي ما انتوا شايفين، يعني لغاية ما البطاطس بتاعتنا تستوي. في ناس بتحبها فاتحة شوية وفي ناس بتحبها غامقة شوية، على حسب. اهم حاجة البطاطس بتاعتنا تستوي حلو، وما شاء الله تاكلوها بألف هنا وشفا. جنب طبق سلطة كده بعيش، او تعملي شوية مكرونة جنبها. حلوة قوي، وجبة اقتصادية، وجبة ما خدتش وقت معانا، وحاجة كده فاخر من الاخر. هتعملوها ان شاء الله وهتطلع معاكم احسن مني بكتير. واللي عايز حاجة مني وصفات يكتب لي في الكومنتات، وان شاء الله اعمل لكم اللي انتوا عايزينه. انا بحاول انزل ما بين الحلو والحادق، علشان نفسكم ما تجزعش من الحلو بس. اصل انا ما بعملش الا الحلو، هو الحلو ما بيعملش الا الحلو. تمام. شوفوا بقى الفيديو للاخر يا جماعه، عشان ايه يعني ربنا يكرمنا ويكرمكم كده. خلاص البرجر بتاعي احمر، مش ما اتحرقش يا جماعه، هو لونه وردي جميل. تمام، يعني هو لونه حلو قوي قوي قوي. وكانت خلاص معانا البطاطس استوت وبقت جميله. تمام زي ما انتم شايفينها كده. هطلع بقى البرجر واقلب بقيه البطاطس بتاعتنا. اهم حاجه تقلي على قد الاكل، علشان هي طول ما هي سخنه حلوه قوي، عشان ما تبردش منك وتجلد. انتوا عارفين البطاطس يعني مش قد كده ما بتتساب بره. كده خلاص. طلعت البرجر معايا ورشيت عليه شويه كزبره كده جميله. واعملوا بقى طبق سلطه جنبها، وان شاء الله تعملوه، واشوف وشكم على خير.